أكتر حاجة بتبوظ أي مشروع هو التسعير الغلط. في ناس بتحرق السعر في البداية وناس بتزود السعر على العميل، وطبعا الاتنين غلط. خليني أقول لك، أول ما تيجي تسعر خدمتك وقبل ما تبص على أسعار المنافسين اسأل نفسك 3 أسئلة مهمين. أول سؤال، هي الخدمة دي بتوفر على العميل إيه؟ وقت ولا مجهود ولا فلوس؟ تاني سؤال، إيه هي تكاليفك اللي أنت هتتكلفها فعليا علشان تقدم الخدمة دي؟ قدر وقتك ومجهودك وكام المصاريف بتاعتك. تالت سؤال وهو مهم جدا، وهو العميل مستعد يدفع كام مقابل الخدمة اللي انت هتقدمها له. ضروري تنتبه بعد كده، لو لقيت الطلب عالي والناس مش بتفاصل كتير غالبا سعرك قليل. ولو كل اللي بتقابله بيهرب اول ما يسمع السعر، اوعى يجي في دماغك اول حاجة انك تقلل السعر. لازم تراجع الطريقة اللي انت بتعرض بيها قبل ما تغير السعر بتاعك. في الحلقة الجاية هقولك ازاي تخلي العميل راضي عن خدمتك وطبعا يكمل معاك على المدى الطويل. انا احمد طلبة ولسه السلسلة مكملة. اعمل متابعة واستنى الفيديو اللي جاي. بالتوفيق.